اسهل والذ وصفة للدجاج ممكن تجربيها بجد يا جماعة، طعمها رهيب قوي قوي. تعالوا بقى هنشوفها هنعملها ازاي، وكمان اقتصادية جدا. يعني الصينية اللي انتوا شفتوها دي في بداية الفيديو من صدر فرخة واحد بس هتأكلي 6 أو 7 أفراد. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف المقادير بتاعتنا في الوصفة بتاعتنا النهاردة هي ايه. حاجة كده بجد جميلة. وك عندي على النار، هنزل فيه كده حوالي ملعقتين من السمنة او الزبدة او زيت زيتون زي ما انتي حابة، لكن السمنة هنا بصراحة بتديني نكهة حلوة قوي. واول مكون هنزل بيه معايا هو الدجاج. انا هنا مقطعاه يعني قطع كده، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وطبعا لك مطلق الحرية، ممكن تقطعيه قطع تكون اقل من كده. هبتدي بقى كده اديله صدمة على نار عالية ولغاية ما يتحول عندي بالمنظر ده او باللون ده يعني. هنزل هنا بملعقة كبيرة من الثوم المفروم. وطبعا مع الثوم او البصل يا جماعة لازم بننزل على طول بالتوابل او بالملح على الاقل، فانا هنا هنزل على طول بالبهارات بتاعتي، وهكتبها لكم طبعا في صندوق الوصف بالتفصيل. ودي هتبقى الكمية لنص كيلو او لصدر فرخة، يعني متوسطة يا جماعة مش كبيرة قوي. بصوا بقى لونها اتحول كده معايا جميل ازاي. هستنى هنا عليها حوالي 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هفتح كده عليها واشوفها. هحس ان هي خلاص بدأت تدخل في السوا جامد. اهم حاجة كل كام دقيقة كده تقلبي وتغطي تقلبي وتغطي لغاية ما توصل معايا خلاص كده تبقى استوت، وادوقها كده الاقيها خلاص يعني استوت خالص. شايفين شكلها رهيب قوي يا جماعة، ولا حطينا مية ولا اي حاجة. بس كده خلاص نركنها على جنب. تعالوا هنا بقى في طاسة عندي، اي طاسة قلي عندك، هنزل كده بالزيت. وهنزل هنا يا جماعة ببطاطسيتين كده او 3 باتنين حبة بطاطس يعني او 3 مقطعين كده شرايح. وبصوا يا دوب بس ياخدوا اللون الذهبي. هنا يا جماعة مسرعة الفيديو جدا جدا جدا، فلو طبعا يعني البطاطس عادي بنقليها وبنخرجها بس مش بنديها لون، يا دوب بس كده تصفر او تبتدي كده انها يعني تتشمع. تمام. نيجي هنا بقى في حلة عندي على النار، نزلت بحوالي ملعقتين كده من السمنة. وهنبتدي نعمل الخطوة الثالثة كده. احنا خلاص خرجنا البطاطس، ملعقتين سمنة برضو مليانين كده يا جماعة كبار حلوين يعني او 3 مثلا، وعليهم من ملعقتين ل3 دقيق. وبراحتك يعني ممكن تزودي عن كده زي ما انتي حابة، بس انا هنا حطيت حوالي 2.5. ونقلب كويس قوي لغاية ما اشم ريحة الدقيق كده المحمص الجميلة مع السمنة زي ما احنا شايفين كده. دقيقتين بس يا جماعة يا دوب كده، وبالمضرب طبعا علشان الدقيق ما يكلكعش معايا ما يبقاش فيه كتل. هنا عندي لتر من الحليب، مش هنزل بيه كله، هنزل بحوالي لتر الا ربع كده. وهننزل هنا بمكعب من المرقة، وده طبعا بيغنيني عن حاجات كتير ممكن ان انا احطها على البشاميل، بلس انه بيديني نكهة مميزة قوي للبشاميل بتاعي. ممكن في المرحلة دي انك تضيفي جبنة موتزاريلا او فيتا او شيدر او اي نوع جبنة عندك لو انتي حابة، بس انا هنا مش حابة. هضيف جبنة في الصينية. بصوا بقى ده القوام اللي انا عايزاه، قوام خفيف يا جماعة، اوعوا تقلوا البشاميل عن كده. لو تقلتيه لا هتحسي كده ان الوصفة معاكي ما بقيتش جوسي. بينا نرص كده الصينية بتاعتنا. في البداية هبتدي بطبقة كده حلوة من البشاميل، كبشتين 3 كده يا جماعة، ونفرد في الصينية. دي كانت اكبر صينية في الطقم عندي. خلاص بعد ما فردنا اول طبقة بشاميل هننزل بالبطاطس كلها ونسويها كده كويس، نوزعها كويس قوي في الصينية. بعد البطاطس هنا بقى هنبتدي ان احنا نضيف حبة بسيطة كده من الجبنة، اذا كان موتزاريلا او شيدر. انا هنا كان عندي ميكس ما بين الاتنين،
فحطيت حاجة بسيطة قوي بس علشان تديني كده تماسك حلو مع البطاطس مع الطبقة اللي بعدها. دلوقتي بقى هبتدي كمان اضيف كده كبشة او كبشتين بالكتير بشاميل، حاجة برضو بسيطة في النص، لان طبعا كل كمية البشاميل هتتحط في الاخر زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اضيف الدجاج، القطع الجميلة بتاعتي دي. بجد يا جماعة يعني وصفة في منتهى السهولة، غاية في السهولة، فهتعجبكم قوي قوي، وحاجة كده منجزة وسريعة، وتنفع طبعا كوصفة عشاء جنب مخلل كده وخيار وخلاص وجرجير او اي حاجة من الخضار. فبجد كده يعني رهيبة. خلاص كده انا هنزل بباقي كل كمية البشاميل اللي عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهحاول ان انا اوزعها كويس قوي في الصينية على قد ما اقدر. واضيف بقى باقي الجبنة الموتزاريلا والشيدر اللي عندي. طبعا لكن مطلق الحرية في الكمية، انا شايفة ان كده مناسب قوي ليا. ممكن تزودي وتكتري عن كده لو انتي حابة بقى ايه تاخدي مطة الجبنة اللي انتي عايزاها دي. بس كده هندخلها على فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200 لغاية بس كده ما تبتدي ان هي تاخد كده 5 دقايق من تحت، بعدين اولع عليها 10 دقايق، بعدين نطفي من تحت وبنشغل الشواية لو فرنك مش بيشتغل، شواية مع فرن في نفس الوقت، لغاية بس ما تاخد اللون الجميل ده. وكده طبعا تتقدم بألف هنا وشفا. جميلة بجد يا جماعة، جدا جدا فوق ما تتخيلوا، طعمها حلو قوي رائع. اهم حاجة ما تتعداش عليها اكتر من 12 دقيقة في الفرن علشان ما تنشفش منك. بصوا بقى يا جماعة، رهيبة رهيبة بجد، لونها خطير، طعمها يعني خطير خطير خطير، حاجة كده لذيذة قوي. متخيلة كأنك كده في طبق عادي حطيتي بس شوية بطاطس على شوية فراخ، بس زودنا ما بينهم كده بشاميل مع جبنة موتزاريلا. بجد طعمها رهيب قوي، جربوها ومش هتندموا، هتدعولي، انا واثقه انكم هتعتمدوها من بعد ما تجربوها من كتر سهولتها، وكمان انها جميله قوي قوي. طبعا لو تابعتيني في الفيديو لغايه هنا فانا بحب اشكرك جدا على متابعتك للفيديو، واستنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد. باي باي.